يا عم ريح في اولى وتانية ثانوي وفي تالتة بهجة تاني خالص. بقول لك ايه، ما يلا نهرب من الدرس ونلعب لنا جيمين بلاي ستيشن. يا عم الواد اللي قدامي دحيح هديله ميايه ويظبطني. طيب بما اني بعتبركم اخواتي، فانا في اولى وتانية ثانوي غلطت غلطات حرفيا لو ما صلحتهاش كان ممكن ما اجيبش مجموع كويس في ثالثه، لا بل اكيد ما كنتش هجيب مجموع كويس في ثالثه. فانا هقول لك عليها عشان ما تتعطلش، انت الله يعينك انت متعطل خلق. والنصايح اللي هقول لك عليها دي مش كلام نظري بقى اللي هو اشرب لبن وكل كويس ونام كويس، لا انا هقول لك حاجات طبقتها فعلا ونصحت الناس بيها كلهم الحمد لله فوق 90%. الحمد لله. اول حاجه بس ما تنساش تضيفني على انستا اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي، وهحط لك اللينك برده في الوصف وفي اول تعليق، بحيث ان الانستا ده هيبقى مصدر التواصل ما بيننا. لو اي حاجه احتجتها على مدار السنين اللي جايه او الكلام ده كله هنبقى اصحاب، تدخل على طول تكتب لي مشكلتك وانا هحلها لك باذن الله. على فكره من غير مقابل، انا مش عايز غير دعائك ليا بالخير واللي انا اساعدك وافيدك فعلا، بس بشرط اللي يدخل يكلمني على انستا يكون عنده طموح او حلم فعلا عايز يحققه، انا هساعده مش داخل يستظرف. اتفقنا؟ وما تنسوش تنضموا برده لاسره قناه التليجرام اللي احنا عاملينها اللي هو ده، اكتب في بحث التليجرام الاسم ده هيجي لك اسم القناه سنحقق حلما. الناس اللي في القناه دي حرفيا اسره مع بعضينا كده، بستشيرهم في كل حاجه، الفيديوهات اللي هم بيطلبوها حرفيا انا بعملها، فادخل القناه دي هتفيدك وفيها شويه نصايح بنتابع مع بعض دايما. اتفقنا؟ فسواء هتضيفني على انستا وتنضم لقناه التليجرام ان شاء الله تستفاد جدا وعد. غرض الفيديو ده لو انت في اولى او ثانيه ثانوي ايه النظام اللي تمشي عليه بحيث ان انت تبقى مستريح في ثالثه وتحقق باذن الله هدفك وتدخل الكليه اللي نفسك فيها باذن الله. اولا ما تنساش تقديرا لتعبي ومجهودي في الفيديوهات اللي انا بعملها دي اللي انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. مهم جدا انك تفعل زر الجرس عشان تكون انت اول حد يوصل له الفيديو اول ما انزله باذن الله. هحط لك سواء الرابط بتاع الانستا او التليجرام في الوصف وفي اول تعليق، فمهم جدا تشوف الوصف واول تعليق. هحط لك برده في الوصف شويه فيديوهات هيفيدوك جدا اللي هو ازاي طريقه المذاكره الصحيحه فعلا، ومشكله تنظيم الوقت تعمل نفسك جدول ازاي، وبرده الانجليش حل مشكله حفظ الكلمات. المهم فيديوهات هيفيدوك جدا جدا، فما تنساش تشوف الوصف. اتفقنا؟ اول نصيحه في مرحله الثانوي مهم جدا جدا مرحله الصحاب. حد هيقول لي طب هتفرق في ايه دي يا دكتور يعني؟ بس الناس كلها بتعرف اهميه النقطه دي وقت النتيجه. فاول نصيحه ما تمشيش تصاحب اي حد في الثانوي كده، لا لازم تختار شلتك صح. مش اي حد يستحق يكون صاحبك، لازم يكون شبهك. انت دخلت الفيديو ده انت عندك طموح، عندك حلم عايز تحققه، ما تمشيليش بقى مع حماده كوخه واشرف لبه وانت كده يبقى تقول انا الفلتر اللي فيهم، انا النبغه اللي فيهم. لا امشي مع ناس شبهك. حد هيقول لي طب انا كده يا دكتور هبقى مغرور وكده والناس مش هتحبني، لا صدقني الصحاب اللي هينفعوك فعلا هم الصحبه الصالحه، الناس اللي هيشجعوك اللي انت تصلي، الناس اللي هيشجعوك اللي انت تذاكر معاهم، الناس اللي هيشجعوك اللي انت ما تزوغش من الدروس. فاهم قصدي طبعا؟ اتفقنا؟ اول نقطه اتفقنا عليها. تاني نصيحه غير انطباعك عن الثانوي. ما تسمعش الكلام الناس اللي هو يقول لك ده الثانوي النظام الجديد ده فيه كميه ظلم رهيبه وانا تعبت وما خدتش حقي ومش عارف ايه. لا غير انطباعك، انت صدقني تعبت ربنا هيديك حقك. ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قالها مش أنا. طول ما أنت داخل على حاجة جديدة لازم تخاف منها، دي حاجة أنا مقدرها، والتوتر لازم يكون موجود، بس أنا عايز أقول لك تتوتر بدرجة متوسطة. مش عايزك تكون بارد اللي هو مش فارق معاك حاجة خالص، اخسر درجات زي ما تخسر والكلام ده كله، لا ولا عايزك تكون متوتر لدرجة اللي أنت وقف قدامك سؤال. أنا عايز أقول لك إن فكك من كلام الناس، صدقني محدش عارف قدراتك الحقيقية غير نفسك. أنت عارف أنت كويس في الحفظ، كويس في الفهم، تعرف طريقة المذاكرة حتى المناسبة ليك. أنا لو حد قال لك إن دي هقول لك طريقه واحده للمذاكره هتنفع مع كل الناس فهو بيضحك عليك. اظن انت فاهم النقطه دي كويس. النصيحه اللي بعدها انه غير طريقه مذاكرتك. انا عارف ان انت بتبقى طالع من اعدادي جايب مجموع بسم الله ما شاء الله عليك، تيجي في الثانوي والنظام الجديد تطبق نفس طريقه المذاكره بتاعت الاعداديه تلاقي الطريقه ما تنفعش معاك. ما هو طبيعي 100%. طيب ايه طريقه المذاكره اللي انت تعتمد عليها برده في الثانوي؟ طريقه انك تدرب نفسك على طريقه التفكير من كتر الحل. لا انا مش عايزك جاست اللي انت تحفظ الجمله اللي مكتوبه قدامك في الكتاب، لا انا عايزك تفهمها قبل ما تحفظها وبعدين تبقى تحفظها بعدين، وتفهم الجمله دي وراها ايه، يعني جات ازاي. برضه هضرب لك امثله لكل حاجه بقولها عشان ممكن ما يكونش وصل لك الفكره قوي. طيب فهم الجمله اللي مكتوبه قدامك في الكتاب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اختيارك للمدرس الصح. اختار مدرس ينفعك في اولى وثانيه وثالثه ثانوي، يا سلام لو تكمل معاه فانت متعود على طريقه شرحه فتبقى في ثالثه برضه متعود على طريقه شرحه ويبقى ممتاز جدا معاك. فانت اختار مدرس صح من البدايه صدقني عشان يفهمك كل جمله موجوده قدامك. فالنصيحه اللي بعدها انك تختار مدرسك صح. ازاي هتختار مدرسك؟ طيب يعني خبره من الاخر وعارف اسئله الامتحانات بقى وعدى عليه اسئله كتيره فيعرف يفيدك بخبرته، مش لسه متخرج بقى والكلام ده كله. في ناس يقولوا لي اللي هو اصل المدرس ده بروح عنده عشان كيوت، ده غلبان وطيب مش عارف. لا مش مهم الكلام ده كله خالص، المهم ان هو يفيدك بقيمته العلميه فعلا وقيمه اخلاقيه، بمعنى انه يكون محترم. ما بحبش بقى اللي هو يقول الفاظ مش كويسه في الحصه او الكلام ده كله، انا ما بحبش كده بصراحه.
تالت نقطة يكون ملتزم بمواعيده. يا فرحتي انت بتروح تستنى 4 ساعات على بال ما المدرس يجي فيضيع لك وقتك بقى ويجي على حساب المواد التانية. فانت اكيد فهمت قصدي، اتفقنا؟ النقطة اللي بعدها وحد مصدر مذاكرتك. يعني كتاب الشرح بتاعك سواء المذكرة بتاعت المستر بتاعك او كتاب الشرح لازم تختار حاجة ما بينهم، ما ينفعش تتشتت ما بين الاتنين عشان الذاكرة البصرية بتاعتك تشتغل زي ما قلتها قبل كده، اللي هو في الامتحان تفتكر مكان الإجابة. عارف انك في الامتحان اكيد برضو بتفتكر بعض الإجابات كده بالشبه من خلال اللي انت شفتها قبل كده بشكل الصفحة. الحاجة اللي بعدها اللي هنتفق عليها اللي هو ما نذاكرش والتلفزيون شغال وانت بتسمع اغاني، لا الكلام ده كله عقلك هيتشتت. لازم يكون الأوضة هادية حتى ما فيش حد بيتحرك قدامك عشان عقلك يركز في حاجة واحدة بس ما يتشتتش، اتفقنا؟ النقطة اللي بعدها اللي هو خايف على نفسك من العيون، خصوصا لو انت اصلا شخص شاطر وكله باصص لك في حياتك. انت فاهم قصدي طبعا؟ يعني من الاخر مش كل لما متذاكر حاجة والكلام ده كله تروح رافعها ستوري ولا ستاتس على الواتساب، لا خاف على نفسك شوية عشان للأسف مش كل الناس بيحبوا لبعضهم الخير، خصوصا لو انت اصلا مبسوط لك في حياتك. النقطة اللي بعدها نقطة المقارنة. ما تقارنش نفسك مع ابن خالتك والكلام ده كله، فكك من المقارنات والكلام ده كله، قارن نفسك بنفسك. بمعنى انك النهاردة ذاكرت ساعتين، اليوم اللي بعده هتذاكر 2.5 ساعات، اليوم اللي بعده هتذاكر 3 ساعات. فانت اللي هتحس التطوير مع نفسك، صدقني هتسبق كل الناس لو فكتك من الناس كلهم بقى، لا انت احسن. النقطة اللي بعدها الثانوي مش اللي انت تكتم على نفسك بقى وتذاكر 24 ساعة والكلام ده كله، صدقني انت كده محصلتك مش تبقى كويسه اصلا. اللي انت تيجي على نفسك بزياده اول اللي انت ترهقها، لا انا عايزك يعني مثلا كل ساعتين مذاكره قصادهم نص ساعه بريك. انا شايف ان ده معدل كويس عشان لازم تجدد الطاقه بتاعتك، يبقى عندك شغف على الاقل اللي انت تذاكر تاني. لا رفه عن نفسك، العب بس بانضباط، بمعنى انك هتبعد المشتتات عنك، بمعنى انك ما تذاكرش مثلا والتليفون جنبك مثلا فتلاقي النوتيفيكيشنز شغاله كده، لا انت هتقعد تتقطع المذاكره. لا ذاكر ساعتين على بعض، رفع عن نفسك نص ساعه. لو انت بقى من النوع اللي انت تمسك الفون نص ساعه بس بتزيد معاك بقى لاخر اليوم، لا يعني شوف لك حاجه تانية تعمل فيها البريك، اتمشى يا عم مع نفسك عادي، ممكن تعمل رياضه خفيفه في الاوضه، تاكل سناك، تعمل اي حاجه، اتفقنا؟ النقطه اللي بعدها هو ان مصيرك كله بايد ربنا سبحانه وتعالى، انت عارف كده طبعا. يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى ورضا الوالدين دي حاجه مهمه جدا. انت والدك او والدتك لو راضيين عنك هتلاقي الدنيا سهله، هتلاقي الدنيا بسيطه، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح البيبان في وشك كده حتى ما بتفقدش الشغف، لا هتلاقيك بتذاكر فعلا. النقطه اللي بعدها اللي هو اول ما تيجي من الدرس لازم تراجع عليه، بمعنى انك هتقراه مجرد قراءه بسيطه عشان اول ما تيجي من الدرس لسه بتبقى المعلومات في دماغك فريش، فاهمني؟ فانت مش تاخد وقت اصلا ان انت تراجع عليه. وعايزك تحل برضه، صدقني في النظام الجديد للثانوي هتذاكر من غير ما تحل فلا قيمه لمذاكرتك، فانت مش هتستفيد من مذاكرتك، لا لازم تحل. وانا عارف انك مثلا لو متعود في الاعدادي اللي انت تغلط غلطه من وسط 20، لا انت في الثانوي ممكن تجيب 10 من 20 وهيبقى عادي برضه. ليه؟ عشان انت عارف ان معظم الاسئله بقت بطريقه غير مباشره. طيب انت هتعرف ازاي الاسئله دي؟ باللي انت تتعلم الافكار. يا فرحتي اللي انت عمال تغلط ومش بتبص على ملحق الاجابات، لا شغال كده، لا لازم تشوف ملحق الاجابات بعد ما تخلص. انت بتختبر نفسك الاول، تتعلم الفكره، تعلم كده على الاسئله اللي انت ما كنتش متاكد منها واللي انت مش عارفها اصلا، ما عرفتش اجابتها، تعلم عليها بهايلايتر او بسهم جنبها كده عشان في المراجعه في الاخر مش هيبقى عندك وقت تشوف كل الاسئله تاني. انت فاهم قصدي طبعا؟ الفكره كلها بقى انك لما تروح لملحق الاجابات وتعرف اجابات الاسئله اللي انت وقعت فيها دي، عايزك تفرح عشان انت ما غلطتش في امتحان اخر السنه، لا انت غلطت دلوقتي فعادي ممكن تصلح غلطتك، واللي انت عرفت الفكره دي لو جات لك في امتحان اخر السنه مش هتغلط فيها. في نقطه بقى اللي انت تذاكر ازاي وازاي تذاكر الانجليش ومشكله حفظ الكلمات والكلام ده كله، انا منزل فيديوهات هنا اصلا على القناه للموضوع ده، وقلت لك برضه هحط لك الروابط في الوصف لو انت ما لقيتهمش يعني، اتفقنا؟ انت تعبت ربنا هيكرمك ان شاء الله. انا هساعدك لحد ما تدخل الكليه اللي نفسك فيها، وان شاء الله نبقى اصحاب دايما وعلى تواصل. عشان كده بقول لك اللي انت لازم تضيفني على انستا وتدخل جروب التليجرام عشان نبقى مع بعض دايما، اتفقنا يا جماعه؟ ربنا يكرمكم يا رب وتدخلوا الكليه اللي نفسكم فيها. كان معاكم اخوكم عمرو البركي في رابعه طب بشري. شكرا ليكم يا جماعه، لو احتجتوا اي حاجه انا معاكم. شكرا.